السلام عليكم. مدرب ليفربول يورجن كلوب يفاجئ محمد صلاح والمنتخب المصري بعد تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المصري فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل المنتخب المصري مع منتخب موزمبيق بهدفين لهدفين في أولى مباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، فقد صرح مدرب ليفربول يورجن كلوب وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت وقال: لقد تابعت مباراة المنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق من أجل دعم ومشاهدة محمد صلاح في هذه المباراة الهامة، فدائما المنتخبات في هذه البطولات تتعثر في أولى مبارياتها مثل ما حدث للمنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق في هذه الليلة، ولكن أعتقد المنتخب المصري سيتطور أدائه في المباريات المقبلة، وخاصة أمام منتخب غانا في المباراة المقبلة، وأعتقد أن المنتخب المصري سيذهب بعيدا في هذه البطولة مثل ما فعل في البطولة الماضية بالكاميرون عندما خسر أولى مبارياته أمام منتخب نيجيريا وتأهل إلى نهائي البطولة التي خسرها أمام السنغال بركلات الترجيح. وأنا سعيد بهدف محمد صلاح في هذه المباراة، وأتمنى الكأس مصرية في النهاية من أجل محمد صلاح. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول أداء المنتخب المصري في هذه المباراة، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.